وهنا عادل واصحابه اتحولوا من بشر لوحوش بالسكاكين والشوم اللي معاهم، قعدوا يضربوا في الراجل ومراته وهم نايمين من غير ما يدولهم حتى فرصه يصرخوا او يصوتوا او يعملوا اي رد فعل. الضحك اللي كان مالي البيت اتحول لصرخات مكتومه. وبعد ما خلصوا على الاب والام راحوا اوضه الاطفال. 5 اطفال كان اكبرهم عنده 12 سنه نايمين بيحلموا باللعب، وتاني يوم مدرسه الصبح صحيوا من النوم على كابوس حقيقي. شافوا جارهم اللي كانوا بيقولوا له يا عمو واقف قدامهم وعينه بتطق شرار. وانا مش هقدر اوصف ايه اللي حصل، لكن كل اللي اقدر اقوله ان الصريخ في الليله دي كانت بتوصل للسما. بعد ما الدم غرق كل حته في البيت وبعد ما اتاكدوا ان مفيش اي نفس فاضل، بداوا في المرحله الثانيه. كل واحد مسك فاس والحاجه اللي كانوا مجهزينها في نص الصاله بداوا يحفروا. كانوا بيحفروا بعبط وجنان وهم مبسوطين. كل ضربه فاس كانت بتبسطهم اكتر. خلاص الكنز بيقرب، دقايق وهيبقى معانا. فضلوا يحفروا ساعه 2 3، حفروا حفرة عميقة في نص البيت لكن ما لقوش أي حاجة. مفيش كنز، مفيش دهب، مفيش أي حاجة أصلا.